شوف درنا هنا هنايا درنا زوج حبات تاع بيض باش نستعملو بياض البيض، ثم نجيبو هنا نجبدو إبرة بياض البيض فقط كيما تشوف، غير بياض البيض تجبد بياض البيض. هذه طريقة لغلق ثقوب في كرة القدم، في غلق ثقوب في كرة القدم، ومن بعد تجبدو بالسيرانغ ومن بعد تانجيكتيه في في الكرة. راهي مثقوبة. هنا الإبرة نديروها هنا. ثم نفرغ بياض البيض داخل الكرة. نعاودو نكررو العملية ولا غير واحدة تكفي؟ نكرر العملية مرة ثانية. تحصل على نتيجة مليحة. صافي، قد ما تكرر العملية قد ما تحصل على نتيجة أفضل. ايوا نزيدو شوية برك. خير من ندير الكولا، وخير من ندير بطاطس، وخير من ندير أي حاجة. خير ما تخسر الكرة تاعك وتفتحها ومنا بعدين بعدين حرك مليح. الكرة تاعك مليح. باش يدور البياض البيض على المستوى السطحي الكرة الداخل من الداخل. مليح. ايه ها حمى دير التومة صاحبي. ومن بعد تحطها للشمس، تحطها للشمس تسخن مليح باش بياض البيض هذاك يتجمد. كيما نديرو بيضة نغلوها يتجمد بياض البيض. بياض البيض كديرو في الشمس في وسط الكرة يتجمد داخل ويغلق المحيط السطحي داخل الكرة. فاهم؟ وشكرا، ونطلب من الجميع أن ينشر هذا المقطع للاستفادة من هذه الفكرة، جميع الناس اللي تحب الكرة. من بعد نشوفو الكرة.